في ملكال لنا في استقرار، في خريف ده كله في استقرار في مدينة ملكال، في استقرار وفي أمن تام. فأنا بقول إنه ملكال لا توكد الهادي آمن. شكرا يا جيش الشعبي، وشكرا للقوات النظامية، وشكرا للشعب الموجود في ملكال والشعب الموجود في المخيمات، لأن ما في عدايات بين الشعب، إنما تدابير من جهات معين، لكن هنضع له حل. عندنا مقاطعة تاتار ومقاطعة بيجي الكبرى اللي هو أثار وكورفلوس. المقاطعتين ديل يا جماعة لسه تحت احتلال بتاع أسفل مايو. فنحن متأسفين إنه بالشعب بتاعنا في مقاطعتين ديل ما موجود كله. في جزء قطعوا فانجاك لا ده سماجة. فنحن بنقول له سلام جاء للمتمردين إنه يقبل السلام ده ويخلي المواطن بتاع تار بتاع كورفلوس إنه يرجع بيته، يرجع بيته عشان يمشي يشتغل بنفسه. الحرب ده نحن كجنوبيين نشيل دروس إنه ما الحرب ده ما يكون ضد المواطنين اللي ما عنده سلاح، ما عندهم سبب سياسي ولا سبب اقتصادي بيناتهم برام. فالكلام ده أنا بنادي المجموعات الموجودة هناك إنه تفهم اللغة بتاع سلام واللغة بتاع استقرار ووحدة لجنوب السودان ولجنوبين. سلام جاء، سلام جاء لأنه بقى في حكومة بتاع الوحدة الوطنية موجود في جوبا. فأنا كحكومة بتاع الولاية عايز المواطن بتاع شرقنيل اللي كان شردو كان جوا ولاية ولا كان في جوبا يرجع للمحل بتاعه، يرجع للولاية بتاعه ولمقاطعة بتاعه ولمدينة ملكال. لأنه لما نقعد برا لحد 200. فأنا بنادي النهزهين دي إنه يرجعوا بيت بتاعهم. كان في باليد ولا في بيجي أتار وكورفلوس ولا لملكال ناس يرجعوا. نحن هنتعامل مع منظمات إنه يساعدوا ناس لحد ما نازل تستخيروا. ما في خوف، نحن ما في خوف، لأن نحن ماشيين نعمل، نحن ماشيين نتعاون زي ما أنا كنت في زمنية ماشيين نفتح طرق بيننا وولايات المجاورة عشان يكون في عودة بتاع الناس لناصر، عودة بتاع الناس لفيجي، عودة بتاع الناس لفانجاك. وبدا كله الحكام بتاع الولايات المجاورة كان ده فشودة ولا ده لجور ولا ده بيه ولا ده فانجاك، احنا قاعدين ناديم انه نحن نفتح طرق بتاعنا ونخش في حوار. المبادرة بتاعت الحوار الوطني الرئيس قالوا ده نخش فيه، ده الوحيد اللي بخلينا نبدأ هنا في ولايات بتاعنا نفتح طرق ونخلي المواطنين تمر ونحن نناقش حل للمشاكل اللي حصل الشدد الناس والدمر الكثير ده. فأنا في انتظار في ملكال وفي ولاينا لو في استجابة من الولايات الثانية اللي بكون موجود، رئاسات بتاعهم بكون لسه موجود، ما في مقررات بتاعهم إنه يجوا ونحن نبدأ نحور لمصلحة بتاع الشعب بتاعنا ولمصلحة بتاع السلام ووحدة بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. أنا اللي حصل ده كفاية. بالنسبة للمواطنين بتاع شرق النيل، أنا لما نقول أرجع محلك عشان تمشي تشتغل لنفسك، لكن بدا كله احتمال في ناس خايفين إنه يشردهم تاني. أنا بقول لا، لنا ضمانات. نامن المواطن الموجود
كان في ملكال ولا في باليد ولا في أتار ولا في كورفلوس ولا في مبان. لنا مسؤولية بتاع الشعب ده، الشعب المسكين ده بدل يقعد مشرد نحن دايرين يرجع للمحل بتاعه. فما في زول اللي بيهبشوا. أنا دافعوا بكلام وأنا نشيل كل الوسائل إنه المواطن ده تستقر. 2017 جاي احنا قلنا ل 2016 بحاجات بتاعه ده كله نقول له باي باي 2016 وده يكون عام ماشيين ل 2017 دايرين نعملوا فيه كتير يكون عام بتاع سلام وعام بتاع وحدة. ومن هنا حبينا انه ننادي شعب في ملكال عشان نقول له انه يا جماعه نشيل اللغه بتاع السلام واللغه بتاع المصالحه واللغه بتاع التسامح. لو زول عمل لك مشاكل في سنين الفاتت افتح له عفيو. وزول برضه حتى في حكومه لو في زول شاي انه حكومه ما عمل كفايه وعملوا مشاكل يعفي حكومه وحكومه ذات يعفي ناس وشعب ذات يعفي نفسه عشان نفتح صفحه جديد. وخاصه مع باقي مواطنين اللي بيكون في مخيمات اليونمس لازم نفتح صفحه جديد يا شعب. تزوروا بعضكم وتجوا للمدينه. المدينة مدينة بتاعتكم كله. انت لو من مقاطعة ده تمشي مقاطعة بتاعك هتمشي. انت لو من ملكال ده تقعد في ملكال اقعد. لكن المواطن اللي بيكون في يونمس انا برضو ليه نداء خاص بالنسبة لهم انه كلم يرجع لبيت. ما في زول عنده نواي بطال خليه يجي لبيته. ولو في زول قاعد في بيت زول لو سيد البيت جاء فضيو وانت امشي لمال تاني. انا بيقول انه افهم اللغه بتاعت حكومه جنوب ازول البنادي برده وذاته قاعدين نادوا انه يضم للسفينه بتاع سلام ويضم للحوار الوطني. المجموعه يا جماعه المجموعه لسه عامل السلاح ضد الدوله ده بلغه واضحه بنقول لهم تعالوا ضموا للحوار الوطني. كان انت اسفل معي لسه في شاكل ولا انت NDM ولا انت اي اسم انا بقول اخي تضم لمثير بتاع السلام ده. الناس تسمع اللغه بتاع الحوار ده بصوره واضحه. نحن في شرقنين حكومة وشعب في شرقنين قبلان لحوار الوطني يا جماعة. عشان كده أنا بيعلن للشعب بتاع شرقنين إنه حكومة بتاع شرقنين وشعب بتاع شرقنين قبلان لحوار مع أي زول في ملكال وفي شرقنين. وبعد الهرب الشرد الناس ده نحن عايشين مع قوات الأممية ومع منظمات الدولية اللي بكون موجود في ولاية وفي يونمس. يا جماعة نازل بوعدها نحن بنشكرهم. نحن في فترة بتاعت حرب بتاعت 3 سنة ده كانوا معنا. نحن بنعترف بأنه هم قدموا مساعدة للشعب بتاعنا كلها بتاع كل قبائل ديل. هم كان بيساعدوا أمنيا وكان بيساعدوا بالإغاثة للشؤون الإنسانية. هم كان بيقدموا نحن بنشكرهم. وعشان كده نحن كحكومة وكشعب نحن هنتعاون مع البعثة بتاعت يونمس. بنتعاون معهم لسه نحن دايرين خدمات بتاعهم ونحن فاهمين مندت بتاعهم. نحن دايرين نديلهم حرية بتاعت المرور بمواد الإغاثة لأي زول المحتاج.
ونحن دايرين نخلي لهم مرور لأي مراقبة اللهم دايرين نعملوه. نحن ما هنجيب قدامهم، هنخلي لهم يمشي لأي محل اللهم بمشي فوقه لو دايرين يساعدوا ناس. ونحن دايرينهم برضو إنه يقيفوا معنا لتوحيد بتاع الشعب اللي كان مشتت. لو زول دايرين لأي ولاية يسمحوا يمر، ولو زول برا الولاية ده دايرجي بنقول لهم كمان سيدوه خليه يمر، خليه يرجع ولاية. ده هنتعامل مع ناس ديل بتعاون كفاية ونحترمهم كل الاحترام. ونحن وجهنا حتى قوات بتاعنا بتاع الجيش الشعبي والقوات النظامية نتعاملوا مع القوات الأممية ديل، نخلي لهم يعملوا مهمة بتاعهم المندد اللي دلهم إنه هم يعملوا. المتحدة عندنا عالم واقف، احنا دايرين يحترمونا كبشر ويحترمونا كشعب وكحكومة وكأسر. نحن ما دايرين إنه يعتبرونا كناس يعني ما عندهم سيادة ويعالجهم كمواطنين درجة تاني. نحن ناس كتير عندهم أفكار إنه خليه يلموا ولاية بتاعت شرقنيل مع ولاية بتاعت فشودة. تانين بيقول لا شرقنيل لذاته يقسموا. فقدامكم أنا دا ناكد شرقنيل لو داير قسم نعم. شرقنيل له مقاطعات كبار اللي هو مراكز قدام صوبات مركز ورن مركز قديم. هسه في مقاطعات هناك لو دايرين نقسموه هنقسموه في البيت واحد وفي حكومة واحد تهدأت في ألم كان جاء الولايات وتهد قيادة بتاع الرئيس بتاعنا الفقير ميادي. شكرا. الولاية ده لو دايرنا نقسموها نقسموه في وقت معقول وفي إرادة بتاعنا ووضع بتاعنا. لنا قدرات ولنا مفاهيم ولنا عدالة. أنا قسم ولاية بتاعنا بعدين بران. لو في واحد من أبناء ولاية ولا ناس اللي بكون لهم فكرة إنه لو قسموا ولاية هيلقوا كراسي خليهم يصبروا شوية. ولاية تنقسم بإرادة بتاعنا. نحن ما بننكر إنه ملكات زمان كان فيها وجود بتاع مركز صوبات وفيها وجود بتاع جنسيات مختلفة. كان من شمال السودان منذ تأسيس مدينة ملكال فيها الناس فيها وجود بتاع قبائل كله، شلوك فوقه، دينكا فوقه، نوير فوقه، واتا مورو فوقه، اتا زاندي فوقه، وناس كتار. ليه؟ لأنه كان ذاته رئاسة مديرية على النيل. فالليلة ده لو في زول لسه موجود ما فاد أي محل وداير يقعد في ملكال، نحن بنقول مرحبا اقعد في بيتك، انت مواطن تاع جنوب السودان. ده تشارك في سلطة هتشارك في سلطة ده تشارك في خدمات أي حاجة لك حرية. نحن ما طردنا أي زول، إنما الحرب يوتر الناس، التمرد يوتر الناس يا جماعة. حقيقة يقولوا الشيء الناس زي مالات يونمز ده تمرد. كلكم مدينة ملكال فيه جيش فيه مواطن. احترموا مدينة ده لو في مال فاضي هناك ما يكربوا. سيدوا في جوبا، سيدوا في رنگ، يمكن سيدوا مشي خرطوم او سيدوا في يونمس هيجي قريب. ده الوحيد اللي انا عايز اقول لكم منه. احترموا مدينة، احترموا الناس اللي في يونمس. لو دايرين يجي برا يسمحوا له يجي وما يعملوا اي معاملة بطال. عشان كده في كل احتفال لازم يكون لنا اللغة بتاع السلام
اللغة بتاع السلام ده يا أبو كينا لوحدة